هلو جايز، دراري صافا بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم تشازي في فيديو جديد من بعد ما درت لا فيديو اللي فات اللي كنت شرحت فيها كيفاش ممكن تبدا في الدومين ديال اي بي تي في بيزنس، وشرحت لي زيتاب كاملين. دونك واخا تكون مبتدئ ممكن تعرف شنو هما الخطوات اللي خصوك باش انك تبدا في هذا الدومين. فمن بعد ما درت ديك لا فيديو بنادم فهم كيفاش البيزنس مكون، كيفاش البيزنس كيخدم. جاوني بزاف ديال الاسئله في الدي ام في انستغرام اللي غنخليه لكم هنايا، ثلاثه ديال الاسئله اللي كيتعاودوا بزاف، واليوم غنحاولوا نجاوبوا على واحد واللي هو اكثر سؤال كيجيني في الدي ام، اللي هو شحال خاصني ديال راس المال باش نبدا هذا الدومين، شحال كابيتال باش انني نقدر نبدا الدومين مرتاح. كاينين اسئله اخرين بحال شنو هما لي بيمنت جيت واي اللي ممكن نخدم بهم اليز بلا ما يتسدوا ليا. السؤال الثالث اللي كيجي تا هو بزاف، شنو هما لي بانيل اللي خدامين مزيان، وشنو هو لي سيرفور اللي تقدر تبيعهم للكليان بلا ما تحشم بلا والو. لي سيرفور اللي كيكونوا دو هوت كاليتي ما فيهمش مشاكل. فاحنا اليوم غنحاولوا نجاوبوا على سؤال واحد وغادي نديطايو فيه مزيان، ومن بعد غنحاولوا نتخصصوا في الاسئله الاخرين وحتى هما غادي نديطايو فيهم مزيان، حتى ما غاديش يبقى لك كاع عذر باش انك تبدا تدخل فلوس من هذا الدومين. غنبداو بالسؤال الاول اللي هو شحال ديال الكابيتال غيخصني باش انني نبدا الدومين ديال اي بي تي في. حاولت نقيد كاع لي فري وكاع لي فيز اللي كنحتاجو فاش كنبغيو نبداو في الدومين، تقريبا كاع داكشي اللي غادي تحتاج كاع داكشي اللي غيدي لك فلوس حاولت انني نقيدو ونكتب الاثمنه ديالهم، داكشي اكزاكت باش انت تعرف شحال غيخصك ديال راس المال اكزاكت باش انك تبدا هاد الدومين. دونك انا دابا غنحاول نجلس حدا بيسي باش انني نشوف داك الشيت اللي كتبت فيه تقريبا كلشي اثمنه باش نحاول نشرح لكم داكشي اون ديتاي. غنحاولوا نجيبوا عصير ديالنا كيف ديما. صراحه مولف كنضرب قهوه بحال مثلا دابا بندير فيديو هي اللي كتعطيني الانرجي باش انني نبقى ندوي ونشرح اليز، مي ماشي مشكل نقضيو بعصير. اوكي نحاولوا نستابيليزيو لا كاميرا في شي بونت كيف العاده. طق. اوكي كيف قلنا شنو هما الحوايج اللي غادي يخصوك باش انك تبدا هذا البيزنس، وشحال ديال المصاريف باش غيتقام عليك هذا البيزنس باش انك تبدا فيه. اول حاجه واللي هي الويب سايت، حيت كيف كنعرفوا قبل ما تبدا البيزنس بهذا البيزنس ديال الهاي ريسك ولا اي تقريبا ديجيتال برودكت، فراه خصك ضروري ويب سايت. الويب سايت اصلا هو المحل ديالك فين غتبيع، دونك اهم حاجه اللي هو الويب سايت في هذا البيزنس كامل. بالنسبه للويب سايت اول حاجه غادي تخصك اللي هي الهوستينغ فين غنحطوا هذا الويب سايت كيتقام تقريبا ما بين $30 و $70. من انت كمبتدئ بطبيعه الحال غادي تاخذ ديال $30. كاينه واحد لا ميثود اخرى اللي ممكن تاخذ بها هذا الهوستين غير ب $18. اللي بغاها يحاول يتواصل معايا في الدي ام وغادي نوفر ليه هذا الهوستين هذا غير ب $18. ثاني حاجه من بعد ما غادي تشري واحد الهوستين غيخصك واحد دومين نيم غالبا كيكون ما بين $2 و $12 على حساب كل واحد والدومين نيم اللي كيبغي ياخذ. كاين اللي كيبغي ياخذ .com ماشي هي .net ماشي هي .org ماشي هي .online .shop .com. طبيعه الحال غالبا كتلقاها بواحد $11 $12. .net كذلك $11 $12. من انت كمبتدئ ممكن تبدا بواحد ليكستونسيون او واحد الدومين نيم اللي هو رخيص اللي كيديروا $2 باغ اكزومبل بحال .pro .me هادو راه دايزين .shop .online. غير هو زعما اللي باغي يكون بلو بروفيسيونيل فاذا كان عنده طبيعه الحال ان بيجي ما عندوش مشكل فياخذ .com كتبقى انترناسيونال وشويه تراست. بالنسبه لثالث حاجه في الويب سايت نيت اللي هي خاصك واحد التومبليت. هاد التومبليت هذه هي اللي غادي تخدم بها الويب سايت، هي طبيعه الحال نقدروا نقولوا 80% ديال الويب سايت، لان هي الواجهه هي الكولوراسيون. ملي كندخل الويب سايت كيفاش كنلقاه واش ديزايني ماشي بيان ديزايني، فالتومبليت ضروريه وحاولوا تختاروا شي تومبليت اللي هي مزيانه. بالنسبه للتومبليت كدير ما بين $20 و $60. دابا سالينا من لابارتي ديال الويب سايت غندوزو لابارتي ديال الترافيك. بالنسبه للترافيك ملي غنجيبو حنا هاد الزوار هذا المتجر ديالنا خصنا ضروري يا اما نخلصوا اعلانات في جوجل ادز، دونك اعلانات مموله في جوجل. فجوجل ادز طبيعه الحال كيتقام غالي، هذه ما مناسباش لواحد اللي عنده واحد راس المال اللي هو بسيط او صغير. جوجل ادز على الاقل خاصك تخسر واحد $300 في كل نهار.
دونك 300 درهم في كل نهار بالنسبه لواحد راس مالو واحد 2000 ولا 3000 درهم، فراه ما خداماش ليه، راه دغيا غيتكونسوم عليه الكابيتال. ثاني حاجه كاينه بينغ ادز، نديروا اعلانات في بينغ. غنحاول نشرحها لكم في شي فيديو جاي، غنشرحوها بطبيعه الحال بالتفصيل، لان الصراحه قليل اللي شارحها. الناس كتحتكر المعلومه بزاف، كيف لاحظت انايا قلبت حتى عييت، مي فريمون الناس كتحتكر المعلومه. مي غنحاولوا نديروا لها واحد لا فيديو اللي هي خاص ونشرح لكم كيفاش ممكن تلونسيو الاعلانات ديالكم في بينغ. فبينغ خاصك لا موين واحد 20 دولار في النهار، دونك غادي تصرف واحد 200 درهم في النهار. كذلك الا كان عندك كابيتال صغير فراه ما مناسباش لك. ثالث نوع ديال الترافيك اللي هو الا كنتي باغي تخدم على الفري ترافيك. كاين بزاف ديال الدراري كيقول لك خويا انا لا ما نطلقش الادس، انا خويا انا عندي كابيتال ضعيف، غادي نخدم غير على الفري ترافيك، كنجيب زوار بالمجان دونك ما غادي نخلص عليهم والو. لا، هذا غلط كبير. فري ترافيك تقدر تخلص فيه اكثر من داكشي اللي غتخلص في البيد ترافيك، الا كانوا عندك واحد لي ميثود اللي هما طبيعه الحال ما عارفهمش كلشي. بالنسبه للاس سي او او لا الفري ترافيك، فراه اقل حاجه خصك باك لينكات، وباك لينكات راه كيديروا 50 دولار لو مينو، 50 دولار، 100 دولار، 200 دولار. عاد كاينين لي باك ديال الايجنسي اللي كيديروا 400 500 دولار والفوق، دونك راه يقدر يطلع لك غلا من انك تطلق الاشهار ديالك في جوجل ادز. هادشي بالنسبه للاس سي او والفري ترافيك، حتى هو كيحتاج واحد راس المال. ندوزو لثالث حاجه في هذا البيزنس هذا اللي هما لي بانيل. غتخصك ضروري واحد لا بانيل كديجيتال برودكت. السلعه ديالك هو البانيل، كتشري مثلا واحد 10 ديال لي كود وكتبيعهم بالديتاي. 10 ديال لي كود تقريبا كتكون فيها واحد 10 سنين وكتبيعهم بالديتاي. فالبانيل اقل كواليتي كدير 70 دولار بالنسبه ل 10 ديال لي كود، دونك واحد 700 درهم. الا كنتي عندك شويه راس المال ما عندكش مشكل انك تانفيستي في الكواليتي، فعول على 180 200 حتى ل 300 دولار. اوكي، هذه بالنسبه لثالث حاجه. ندوزو لرابع حاجه اللي هي البيمنت جيت ويز. كاين اللي غيقول لي بيمنت جيت ويز لا، بيمنت جيت ويز فابور كتكري كونت باي بال سترايب. كاين اللي عنده راس المال، كاين اللي عنده راس المال ما باغيش يبدا يدوز من داك التكرفيس ديال واحد مبتدئ تيحل باي بال يلا تيدخل بشويه تيتسد ليه، عاود يحل واحد يتسد ليه، عاود واحد عنده فلوس باغي يختصر هذا الوقت هذا كيشري ان كونت باي بال اللي هو وارمد. راه كيبداو تقريبا من 50 دولار حتى ل 500 دولار. داكشي علاش قلت لكم هاد اللعيبه هادي حاولوا تركزوا عليها. راه ديما اللي عنده راس المال راه ماشي هو اللي ما عندوش راس المال او اللي عنده واحد راس المال صغير، ديما اللي عنده راس المال كيبقى هو القوي، هو اللي تيغلب، لانه ممكن يشري الوقت. بحال دابا ما يبقاش هو يتقاتل على باي بال يسدوا ليا كذا، غيمشي غيشري واحد الاكونت اللي هو وارمد دايزين فيه لي ترانزاكسيون بزاف وغيختصر على هذا الوقت هذا كامل. اوكي، بالنسبه لخامس حاجه اللي هي واحد الكومباني. ملي غتجي غتبغي تكري واحد كومباني مثلا باش تحل سترايب او لا باي بال بيزنس، فراه خصك واحد الشركه. كيف شرحنا في الفيديو اللي فات ضروري غيخصك شركه يا اما ال تي دي يا اما ال اس سي. الا كان راس المال ديالك بسيط فراه غادي تحل غير ال تي دي اللي ساويه 50 دولار. الا كان راس المال ديالك كبير وباغي تخدم شويه بروفيسيونيل، فانا كنصحك انك تحل ال ال سي في الولايات المتحده الامريكيه، واللي كتطلب لك تقريبا ما بين 100 دولار حتى ل 200 دولار 250 دولار. هادشي بالنسبه لي شارج اللي كاينين. هادشي اللي غادي يخصك يكذب عليك كذاب يقول لك خصك شي حاجه من هنا خصك شي حاجه من هنا. انت حاول، انت طبيعه الحال ملي غتعاود هاد لا فيديو هادي بشويه عليك غادي تشوف لي برايس اللي انا عطيتك، غتشوف شنو عندك. كاين مثلا اللي عنده ديجا باي بال وارمد دونك ما غيحتاجش يمشي يشري اكونت باي بال ولا كذا، غادي يحيدو. كاين اللي ديجا عنده هوستين، عنده ويب سايت، عنده دومين، شاري هادشي كامل، فغادي يحسب غير داكشي اللي باقي ليه هو ما شراش او ما عندوش، وغيحاول يشوف على حسب الكابيتال اللي عنده واش قادر انه يجمع داك لي توتال طبيعه الحال، ويشوف داك لاصوم اللي خرجات ليه، وغادي يعرف شنو هو الكابيتال اكزاكت باش انه ممكن يبدا هذا البيزنس وشحال خاصو بالضبط. بالنسبه للنقطه الاخيره غنعاود نركز لكم على ديما هذاك خونا اللي عنده كابيتال كبير راه كيغلب اللي عنده كابيتال صغير، لانه طبيعه الحال كيلخص عليه بزاف ديال الحوايج وكيلخص عليه الوقت. بحال هادشي كامل يقدر هو نيشان يمشي يشري الهاي كواليتي، انفيستي في هوستين مزيان، انفيستي في كلشي تقريبا مزيان، سيرفر مزيان الى اخره، يختصر عليه الوقت بيمت كي هو يشريهم، فهذا راه غادي يمشي دغيا. انت طبيعه الحال الا كان عندك كابيتال ضعيف فما عليك غير بالصبر يا اخي، كيف بدينا حنا كاملين، ولكن كتقاتل حيتاش فريمون باغي توصل، باغي انت دير واحد المدخول اللي هو اضافي في
في الاخر طبيعه الحال ما كيبقاش اضافي، كيقدر يولي هو الغوفوني اللي مبازي عليه نتايا كتعيش به، كتصرف به، دونك ما كيبقاش غير اضافي. انا الصراحه فاش بديت كنت ديك الساعه كنقرا، كنت باغي غير مدخل اضافي انا نبدا نشري تنس برديله تريكو لعيبات، ولكن من بعد كتلقى باللي الويب ولا هو خدمتك اوفيسيال، هو باش وليتي عايش. وهذا الشيء طبيعه الحال كيطرا لبزاف ديال الدراري اللي منهم الدراري انا اللي كنعرف خدامين. المهم هذه غير بين قوسين. سيو سون فيديو الجاي. بيس.